بقول لكم ايه، تعالوا نعمل كده كيكه امهات زمان بطعم وريحه زمان ودفى زمان ودفى بيوتنا زمان كده، واللمه الحلوه اخر الليل كده مع كوبايه شاي بلبن وحته الكيكه. هي دي اللي كانت بتطبطب على قلبنا قبل ما بننام، وكانت بتبقى حلوه جدا وبسيطه بمكونات بسيطه وطعمها في منتهى الجمال. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي بأبسط وأسهل المكونات وأبسط طريقة ممكن تعملي بيها الكيكة بتاعت أمهات زمان، وما تنسوش بنفس الريحة والطعم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هنجيب بولة كده زي ما انتوا شايفين فاضية، هقولكوا دلوقتي هنعمل فيها ايه بس هنركنها على جنب. هنيجي كده بالخلاط بتاعنا التعبان الشقيان الكحيان معايا والله بس أصيل، خمسة عليك. هننزل كده بكوباية سكر، هننزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة. هتقولي لي لا، في ناس بتعملها ب3 وفي ناس بتعملها ب4، لا انا بعملها ب2 بس، وهتشوفوا ما شاء الله هعملها ازاي وهتبقى طعمها عامل ازاي. هنجيب 2 باكت فانيليا، اي نوع تحبوه تفضلوه مش اي مشكلة خالص. تمام. وهننزل كده بمعلقة خل. تمام. وبعدين بنفس الكوباية هننزل كده بزيت، نفس الكوباية هننزل بيها زيت بس كفاية كده. تمام. ونفس الكوباية دي هنجيب كوباية لبن، نفس الكوباية اهي هنحط لبن. بسم الله بسم الله. دي كل المكونات السايلة. هننزل بقى كده نحط الخلاط وهنضرب كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه. بسم الله. دول 3 كوبايات دقيق منخولين كويس جدا، وهننزل كده عليهم بباكت البيكنج باودر، اي نوع انتوا بتفضلوه، كيك شيف اي نوع بقى انتوا بتفضلوه. وهننزل عليهم بذرة ملح كده، وهنقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعض. احنا هنعملها كيكة فانيليا عادية خالص مفيهاش اي حاجة زي ما انتوا شايفين. تمام. ونركنهم كده على جنب. بتاعتي انا بفضل قوي اعملها في الصينية دي. تمام. هنحط نقطة زيت، انا ما بحطش دقيق. وهنبتدي ان احنا نوزعها كده كل الصينية. في ناس بتبدرها بالدقيق وكانت امي بتعمل كده، بس انا وما زالت امي بتعمل كده، بس انا ما يعني انا الطريقه دي كويسه معايا وما بتلزقش فكويسه. يعني بصوا كل الصينيه كده هندهنها بالزيت. تمام. بس كده نركنها بقى على جنب. تمام. ده كده مهمتنا ان احنا نجيب المكونات السايله اللي في الخلاط معانا. بسم الله. نجيب بشويه بشويه ونقلب كده بالمضرب. قبل كده عملت غلطه فظيعه فظيعه جدا، وانا بسوي الكيك فتحت المروحه. انا معرفش ايه العمل اللي انا عملتها دي ولا ايه اللي جاب بالي اساسا ان انا ممكن اعملها كده. شايفين؟ بصوا اللون البيض مع الزيت مع السكر عامل لون حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا ننزل بالباقي. نبتدي بقى ان احنا نقلب كل ده كده مع بعض. كده عملتها برضو بالمضرب اللي هو الكهربائي.
مش عارفه ما ظبطتش معايا خالص، طلعت مكتومه كده تقريبا عشان انا اتعودت على اليدوي يعني، فاهمين؟ انا بعملها يدوي تطلع سبحان الله في منتهى الجمال، عكس خالص ما عملتها بالمضرب اللي هو الكهرباء. تمام كده 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 نتعافى كده شويه في الخطوه دي، مهمه جدا. اهو بس لازم الهواء كده يدخل جواها. بس كده تمام. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، شايفين القوام عامل ازاي؟ بصوا لا تخين قوي ولا رفيع. هنشيل بقى كل الكلام ده، ونبدأ ننزل كده بسم الله. بصوا تحفة تحفة، مخدتش مننا وقت خالص خالص، حاجة حلوة ومغذية ونضيفة، واحنا اللي عاملينها في بيتنا، ومش هتتكلف. يعني انتوا مثلا صينية الكيك دي لو جبتوها من بره، او مش لازم على هيئة صينية كيك، لو جبتوا حتى علبة كيك اللي هي البواكي العادية او الاكياس، شوفوا هتجيبوها بكام. تمام. وادي كده شكل الكيك معانا. لازم نعمل الخطوة دي، لازم كده نظبطها شوية بحيث ان فيه فقاعات كده او البابلز ده يبقى ان هو يطلع بس بدون اي افتكاسات. استنوني بقى لحد كده ان شاء الله ما ادخلها على في الفرن. طبعا انا الفرن مشغلاه من قبل ما ابتدي فيها، عشان لازم تدخل في فرن درجه حرارته عاليه او سخن فيما معناه يعني على درجه حراره 180. واستنوني ان شاء الله تشوفوا هتطلع عامله ازاي. خليكم حافظين شكلها. يمي يمي، بصوا شكل الكيكه، بصوا الجمال كده. لسه مطلعاها من الفرن اهو. تمام. هقطعها بقى وتشوفوها عامله ازاي. وادي اهي شكل الكيكه بعد ما قطعتها. بصوا التحفه، حلوه قوي ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا عشان انا مش بحب اقطعها القطعه سميكه. بصوا الطراوه، بصوا الجمال، طعمها حلو جدا. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه وتحطوا لايك على الفيديو، وما تنسوش تجربوها. بس كده، بحبكم كلكم في الله. باي باي.